السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، حياكم الله من جديد مع تربية الطيور زينة. هذا الحسون اليوم إن شاء الله راح أخليكم تشاهدونه بالذكاء. هاي الحلقة تخص ذكاء الحسون، وهي ما تقل ذكاء عن الغراب، باعتبار يعني ليش ضربت الغراب؟ لأنه يعتبر أذكى الطيور. واليوم جربت أن أخلي له هاي مثل اللي يزعبون به الماء أو شيء، الدلو. قبل لا أخليه يجرب هذا الماعون أسبوع كامل دائما أكضه بإيدي وأخليه يأكل، وبعد الأسبوع أيضا ربطته بحبل حتى لا يخاف، وبعدين شديته وخليته يعني مسافة قصيرة إلى حتى يلوحه. وهاي أول تجربة إلي، وأحاول أخليه يأخذ الأكل، يشوف الأكل اللي هو معتاد عليه ويسحبه ويأخذه برجله. وكل ما تعود الطريقة أخلي المسافة بعيدة بينه وبين الدلو الصغير حتى يتعلم ويشوف شلون يستخدم ذكائه حتى يوصل للشيء اللي يريده، باعتباره متعلق بي. كل ما أخذه تلاحظونه كل ما أخليه على العود أو الستاند يحاول يجيني. وللمعلومة هو مو جوعان كلش، إذا جوعان يستخدم الذكاء، لكنه توه متريق وشبعان. جاي أذكره أقول له هذا ماعونك اللي تاكل بيه، تذكر حبيبي. تلاحظون يسحب الحبل ويكله بإيده ويأخذ الحبة. وإذا استخدم هاي الطريقة عدة مرات أخلي المسافة بعيدة مثل ما ذكرتكم. وشكرا على تفاعلكم، نشاطكم، وأحتاج ملاحظاتكم تكتبون حتى نستمر. والحلقة الثالثة بالنسبة لبيض الكروان اللي خليته بالفقاسة، إن شاء الله عن قريب أنزل الحلقة الثالثة. عالم الطيور عالم جدا جميل، وما يحب إلا اللي يعشق الطيور، يجرب الطيور، يشوف سعادة مع الطيور. ما شاء الله عليك مرهون، طيناك مهلة تدرب 10 أيام مو 10 دقائق. سبحان الله، فعلا ذكي. 10 دقائق بالضبط عرف شلون يتعامل مع الدلو والحبل، يسحب الأكل يأكل. سبحان الله، تبارك الله. أنا توقعت يخافون عند شغاريب، لأن الطيور والحيوانات إذا شافوا شغلة جديدة يخافوا من عندها، لكن سبحان الله فترة 10 دقائق ما شاء الله تبارك الرحمن عرف شلون يسحب ويأخذ الأكل. شيء ممتع ومسلي، خاصة بالشتاء ما تطلع وعندك صديق مثل هذا، وين تروح؟ اقعد بالبيت وتفرج، اشرب القهوة، تريق واستمتع بهذا المنظر الجميل. سبحان الله، فعلا الحسون ذكي. اذكر الله اخواننا، ومزيد من المقاطع الجميلة ويا مرهون.